صباح الخير، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. هلا عم طلع من الشباك تبع الحديقة، قمت شفت الخيار بالأرض فقلت رايحة أحوشها وأرجيكن إياها. شوف هذا نعناع، شايفين ما أحلاها؟ نجيب حصاد اليوم. هي قديش صارت حلوة هاي بمدخل البناية، عفوا بمدخل البيت. شايفين شو حلوة؟ بتجنن، كتير حلوة. هلا أرجيكم الخيار. أحلاها هي نفسها اللي هذيك المرة حوشت منها الخيارة الكبيرة. هي واحدة ثانية، فكرة هدول طالعين لحالا، أنا ما زرعت شي أبدا. هي صغيرة ما راح أحوشها. شوف في غيره. هي واحدة كمان، خلينا يكبروا أكتر هيك مناح. شايفين هي والله لحالها حتى فيها. هي خيارة كمان بس صغيرة. والله يا جماعة ريحتها بتاخد العقل الخيارة. هي خليها خلاص بكفي، هذا حصاد اليوم. وهلأ قلت لحالي بدي حوش وردتين من الحديقة تبعنا وفوت اعمل فنجان قهوة مشان نبلش الفيديو سوا. واليوم الفيديو تبعنا كتير حلو وكتير متنوع، بس بدي منكم دعم كتير كبير، بدي لايكات كتير، وبدي اقول كمان اهلا وسهلا للمشتركين الجداد، نورتوا قناتي وان شاء الله قناتي تعجبكم. وتاني شي بدي اتشكركم كتير 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 على دعمكم لإلي وعلى كلامكم الحلو، عن جد شكرا كتير. حكيكم هاد كل ماله عم بيشجعني اني نزل فيديوهات. طبعا هلأ عم طول، رجعت شوي بالفيديوهات، بس بصراحة بسبب المدرسة والأشغال وفي شغلة كمان عم اشتغل عليها ما كانت تخلص. طبعا بس تخلص أكيد رح أخبركن عليها، وكتير هي بتهمكن على فكرة، بس خليني أول أنهي موضوعها وخبركن عليها. وهلأ كمان اليوم عنا عزيمة لرفقاتنا كتير بحبهم كتير غاليين على قلبي. طبعا هنن أهلنا صاروا بأستراليا، تعرفنا عليهم هون وصرنا مثل الأهل أو أكتر. فاليوم عازمتهم على الغدا عندي ورح أعمل كبة، فقلت رح أصور لكم. طبعا العزيمة أنا كنت حابة أصورها كلياتها بحذافيرها، بس ما بقدر بصراحة لأنه يعني بدها شغل كتير والتصوير، وأصلا بنتي بالمدرسة فما في مين يصور لي، فصورت هيك على قدي شي بسيط يعني. هلأ أنا بس صورت لكم الكبة، أما في كتير شغلات ما صورتها، بس رح أرجيكم كيف طلعت العزيمة. فخليكم معي لآخر الفيديو، وأهم شي لا تنسوا تحطوا لي لايك، ولا تنسوني من كلماتكم الحلوة. وهلأ خلونا نبلش. هلا هون شوفوا انا سويت برغل، هذا غسلته ونعقته شوي طبعا 5 دقايق بس لحتى تطرى البرغلة. بعدين فرمت 3 بصلات وحطيتهم، حطيت معلقتين تقريبا ملح. هلا هون ما رح احط انا اللحمة، ما رح احطها لانه بدي اخذ منها واعمل الكبة التركية. فهلا شوي شوي رح نمشي الطريقة شوي شوي، وهي على الطريقة الشامية. يعني نحنا ما بنحط لها لا كمون ولا اي اضافات تانية، بس لحمة وبرغل وملح وفلفل وفقط. وهلأ حاطحنهم ونشتغل سوا ان شاء الله.
بعد ما فرمت ال4 كيلو فرمتن اول وش. هلا قمت هاي الكمية، شايفينها؟ قمت هاي الكمية بدي اعملها هاي كبة تركية. هلا خلصتها اول وش، شايفين فرمتها اول وش. هلا بدي افرمها الوش الثاني. هلا الوش الثاني بدي احط معه اللحمة. وهلا شايفين بس انا قسمتهم قسمين لانه انا ما بيطلع بايدي اني افركهم كلهم مع بعضهم سوا. هلا لو كان زوجي بالبيت هو بيفرم كل شيء وبيعجنهم بايده، بس انا ما رح يطلع بايدي. هلا هدول رح احطهم هيك اعجنهم شوي مع البرغل وبرد. هلا بحط الكمية الثانية وبفركهم هيك حتى كلهم سوا مع اللحمة. هاي اللحمة اللي حطيتها انا حطيتها هاي لحمة هبرة عجل، ما فيها ابدا ابدا دهنة. وهلا حافركهم كلياتهم مع بعض وبرجع لكم. هلا شوفوا هاي الكبة بعد ما حطيت لها اللحمة وعجنتها كتير منيح، وهلا بدي بلش فيها تقريص. وهلا هون انا حطيت بصلة ناعمة وحطيت اللحمة فيها شوية دهنة مشان هيك تعطي طعمة طيبة. وهذا اللون الغامق من دبس الرمان، حطيت لها دبس رمان، حطيت لها ملح، حطيت لها فلفل. وهلا بعد ما بردت شوي رح احط الجوز، تطلع كتير اطيب. حطيت الجوز اخر شي حتى ضل هيك في قرشة بسيطة مشان الطعمة. هلا انا هيك رح اصور لكم شغل العزيمة كلياتها لاني ما بقدر اصورها، يعني الشغلة بحذافيرها بتاكل وقت كتير. نفس العجين نفس الحشوة اللي بحطها للمقلية بحطها للبنية. هلا اخذت هيك قطعة فرغل. هلا انا حاطة هون مي ونشا. هلا المي والنشا مشان ما يفرط ابدا، ما بتفرط معنا الكبة. هلا حساوي وحدة قدامكم، طبعا هي بده يكون حجمها صغير. شايفين هيك قديش صارت رقيقة. هلا هيك بسكرها على بعضها. هلا انا بساويها حجمها هيك صغير، في ناس بيعملوها حجمها مثل حجم المقلية، بس انا ما بحب، انا بحسها هيك احلى وهيك الطف. شايفين ما احلاها؟ شايفين هدول التنتين هي صغيرة هدول التنتين نفس الحجم. هلا هذا اللبن تبع اللبنية، حطيت فيه انا كيلين لبن وحطيت معلقتين كبار من النشا. وهي هلا الكبة المقلية خلصت. هدول الكبة اللبنية كمان كلها صارت جاهزة. هي صارت جاهزة. هلا بدي اسكبها هون. شو هي الكبة المشوية، عم نشويها ونجهزها. وهلا هيك بس حبيت اصور لكم طريقة الكبة. طبعا انا ساويت يالنجي وساويت تبولة وساويت فتوش وشوية مقبلات، طبعا شوربة العدس اهم شي عنا، والكبة التركية كمان ساويتها، يعني هي بتعتبر من المقبلات. فبس هيك حصور لكم اخر شي كيف كانت العزيمة. ما قدرت بصراحة كل اكلة لحالها صورها لانه اخر فترة كتير انضغطت وما عاد قدرت يعني لا صور، وبس بدي اخلص لانه وقت محدد ولازم اكون خالصة على الوقت. هلا حأرجيكم مشترياتي لليوم. اشتريت شي جبته من شي ان وشي اشتريته من هون، بس هلا بدي ارجيكم هدول. شايفين هدول جواكيت مطرية؟ شايفين قديش هون حلوين؟ اشتريت واحد للصغيرة وواحد للي اكبر منها لشام. طبعا كتير حبيتهم وكتير حلوين.
هدول يعني بس تنزل المطر. هلا عنا بتنزل المطر لو ما كان في برد، يعني بعز الصيف تنزل المطر عنا عادي. فجبت لهم اياهم كتير حلوين، حبيتهم. شايفين ما احلاهم. هن طبعا هدول اشتريتهم من محل صيني. شايفين الكواليتي تبعهم كتير حلو، كتير مرتب. جبت هاد لشام وجبت هاد للولو، جبتهم كل واحد لون لإلين. هو كبير شوي عليها بس خلص يعني لازم، اذا اشتريت لاختها الها اشتري، فهو شوي كبير عليها، فقلت يلا حخلي لها اياهم. اشتريت هذا الجاكيت لإلي، هذا جبته من شي ان. شوفوا لي شو رايكم فيه، حلو. اعطوني رايكم فيه، حلو. جبت تحته هاي كنزه كمان. هدول الاثنين هدول من شي ان جبتهم. هلا الكنزه جبتها هيك طويله تقريبا، يعني هي طول الجاكيت او اقصر شوي من الجاكيت، بس حسيتهم هيك مع بعضهم كتير بيجوا حلوين. شايفين جاية هي هيك من طول الجاكيت تماما، يعني بتجي احلى. بدي البس تحتها بنطلون جينز. شو رأيكم بهذا اللوك؟ حلو. بدي البس تحتها بنطلون جينز، يعني لا غامق كتير ولا فاتح كتير. اشتريت كمان هذا كونتور كتير حلو، كتير كتير ظريف. هذا من ماركة شيغلام، كتير حلو. اصلا اغلب المستحضرات التجميل اللي بجيبها هي من شركة شيغلام، افضل شي بصراحة. فقلت حاجيكم مشترياتي لليوم. وهلأ طالعنا الولاد على الحديقة مشان يغيروا جو، وكمان نحن نغير جو ونتسلى. فهاي الحديقة كتير حلوة، أنا كتير بحب أطلع عليها. يعني بيطلعوا بيلعبوا بالبوتيناج أو بالسكوتر أو يعني بالألعاب اللي عندهم. فقلت هلأ بطلع منه بصور لكم فيها شوي، بورجيكم الأجواء كيف بأستراليا، وكمان بجاوبكم على كم سؤال اجوني. مثل العادة انه بكل فيديو ان شاء الله شو في اسئلة، يعني سؤالين 3 بعرفهم ومتأكدة منهم منيح بجاوبكم عليهم. وهلأ ان شاء الله رح نبلش الاسئلة. شو شام عم تلبسي؟ راح تلعبي بوتيناج؟ لولو سلمي قولي هاي جايز. شو راح تعملي؟ لا العبي هات هون. وين طاقية لولو؟ بالسم هي حصة كبيرة. وين الثانية لولو؟ يلا البسيها. بس ماما هاي كبيرة تحليها على أطلاسي. والله صغرت لك اياها، شوفيها. يلا قوموا لحقوا العبوا قبل ما يصير عتمة. لك البط لك. يلا حنصورك لنشوف. لك البط. برافو شام. وهلأ رح أجاوبكم على أول سؤال. هلأ أول سؤال إجاني إنه كيف العمل أو الشغل بأستراليا وكيف الأجرات، ويا ريت تحكي لنا عنه. هلأ بالنسبة للشغل بأستراليا، الشغل كتير متوفر وكتير حلو وكتير الأجرات حلوة. يعني أجار العامل بالساعة تقريبا بدكم تحكوا من $23 وطالع، في أجارات بتوصل $50 بالساعة، بس حسب الخبرة وحسب كمان اللغة الإنجليزية اللي معك. يعني اللي معه لغة ما يجي لهون بكيف، يعني فورا بيشتغل وفورا بيلاقي الشغل، بس اللي ما معه لغة شوي بيتعب.
بس كمان بيلاقي شغل لأنه ممكن يلاقي مع العرب، يعني بيشتغل مع العرب، فممكن إنه يقدر يدبر حاله شوي بما يتعلم لغة. بس الأفضل إنه يكون معه لغة، اللي معه لغة كتير بيستفيد بهاي البلد بصراحة، وبيوفر وقت كتير كبير على حاله. وطبعا اللي معه شهادات عالية وبيقدر يتوظف فيها، طبعا المبلغ أعلى من هيك بكتير بكتير يعني، فحسب الشهادات وحسب المهارات وحسب كل واحد شو بيشتغل. وهلأ بدي قلكن السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اجاني انه المدرسين بالمدارس بيحكوا لغة بيفهمونا بالعربي بعدين بالانجليزي لا، ما بيحكوا ولا كلمة بالعربي معنا نهائيا. اذا نحنا بقلب الصف طبعا معنا طلاب سوريين وهيك، اذا شافونا عم نحكي مع بعضنا بيقولوا لنا لا، ممنوع أي كلمة تحكيها بالعربي، لازم كله بالأجنبي. طبعا معروف عن السوريين وشغبهم يعني، إلا ما يحكوا أو بيجوا بدهم اللي بيعرف لغة أكتر من التاني بصير بيعلموا إياها بالعربي. بس لا، الأساتذة أبدا أبدا ما بيحكوا باللغة العربية، كله بالإنجليزي. طبعا هذا الشي فائدة للطلاب. وفي كمان سؤال اجاني انه هلأ في كتير ناس جايين على استراليا، يا جماعة ان شاء الله كل مين دقوله لح يطلع على استراليا ولح يجي ينبسط، لا تيأسوا ابدا، لا تقيموا الامل ابدا. يعني نحنا انتظرنا 8 سنين يا جماعة، انتو ما في هلأ اكتر ملف عم يقعد سنة او سنة ونص، فلا تيأسوا ابدا، وان شاء الله عن قريب رح تطلعوا ولح تعيشوا باستراليا. عن جد أنا من هون بقلكن إنه أستراليا بلد بتستحق تستنوها كتير وتتعبوا مشانها كتير. فبقلكن خلوا أملكن بالله كبير، وإن شاء الله ما بتلاقوا حالكم غير صرتوا بأستراليا وعم تفتلوا فيها وتتفرجوا عليها. وفي كمان سؤال اجاني عم يسألوني على الانترنت. هلأ نحنا جبنا للبيت شبكة انترنت ممتازة ما شاء الله عليها. طبعا انتو بتنقوا هون في شركات مثل الدول العربية، نحنا جبنا راوتر على البيت ما شاء الله، يعني فيكن تقولوا 5G كتير ممتاز مفتوح يعني. طبعا هلأ هون في بالقطارات بالمحطات بالأماكن العامة في انترنت مجاني، بس طبعا نحنا جبنا للبيت راوتر لأنه أنا الشاشة ما بشعلها أبدا على الأقنية العادية، على طول على اليوتيوب. جبنا الخط وما شاء الله ما أحلاه، بدفعله أنا كل شهر $90. وكمان اشترينا خطوط تليفوناتنا، طبعا اشترينا معهم كمان بندفع لهم بين $35 $40 لحتى يضل في نت بتليفوناتنا. هاي بالنسبة للإنترنت. طبعا أنا عم بحكي لكم يعني الأفضل هون اللي أنا جبته لبيتي وممتاز يعني. هلأ السؤال اللي بعده، في كمان عم يحكولي إنه هن طالعين لهون بملف طبي. هلأ اللي طالع هون بملف طبي الاهتمام والاعتناء اللي بيصير له بصراحة ما في مثله، قد ما بيهتموا وبيعتنوا إن كان أطفال ولا كبار يعني بغض النظر، بس اللي بيطلعوا بحالة مرضية إلهم وضعهم الخاص بكل شي. طبعا عم تسألوني عن العيشة بأستراليا، العيشة كتير حلوة كتير مريحة، كتير بتنبسطوا فيها. يعني هلأ أول ما بتطلعوا على أستراليا شوي بتخافوا من الوضع، إنه أنتوا جايين على دولة غريبة، أنتوا جايين مثلا في ناس ما معها كتير لغة قوية. يعني أنا أول ما جيت على الأردن على أستراليا عفوا، صرت أقول له لزوجي رجعني على الأردن طبعا هنيك، لأنه في لي ناس وإلي أصحابي وإلي يعني أنا 10 سنين عشت بالأردن، فكتير بحب الدولة الأردنية، كتير كتير بحبها، ما بعتبرها غير مثل سوريا بصراحة. فأنا صرت أقول له رجعني على الأردن، أنا شو جابني لهون. بس صدقا صدقا يعني بعد ما عشت هون وشفت البلد ما بتمنى أطلع منها، أكيد إن شاء الله ما رح أطلع منها غير لحتى رب العالمين يريد شي تاني. فما تخافوا، الحياة حلوة مريحة هادية، كل شي متوفر، نظامها حلو، بلد نظيفة، أحلى شي جمال طبيعتها ما شاء الله، يعني شي بياخد العقل يعني أنا كتير بصور لكم فيها، بس بصراحة ما بعطيها حقها أبدا، لأنه هي على الطبيعة أكتر بكتير جمالها ما شاء الله.
ولا تخافوا من الطلعة على أستراليا، لا تخافوا من الحشرات نهائيا. هي أنا لي 7 شهور هون وأنا عندي حديقتين كتير كبار ما شفت شي منهن. عناكب ممكن تشوفوا كتير وهذا الشي تعودنا عليه، أما غير هذا الشي أنا ما شفت بصراحة. غيري شايف، ما بعرف، ما بقدر أحكم على الكل أنا، بس أنا على تجربتي أنا ما شفت حشرات، ما شفت شي. غير هاي العناكب موجودة بكل البيوت، ما فيكن أصلا يعني بلاها. وهلأ هيك حبيت أنا جاوبكم قدر المستطاع على الأسئلة. توسعت كتير بالأسئلة، يعني هلأ أنا ممكن إني رد بتعليق، بس أنا بحب إني أتوسع وأشرح أكتر. وبنفس الوقت اللي كمان يعني مو جايب باله هاي المواضيع يمكن يعرفها. فهلأ كمان برجع بقولكن أي سؤال بتحبوا تسألوني عليه أنا جاهزة تكرموا بجاوبكن على قد معرفتي وعلى قد استطاعتي أنا. هلأ أنا عم بحكي عن موضوع الحشرات في ميلبورن. هي ميلبورن بتعتبر أبرد منطقة في أستراليا، فيمكن مشان هيك ما فيها هالحشرات ولا فيها شي. غير مناطق ما بعرف، أنا بعرف مناطق يعني هي فيها شوب أكتر من ميلبورن. يعني ميلبورن بيجي نهار واحد شوب، بيجي دغري تاني يوم برد ومطر. بالنسبة للحشرات يعني أنا على قد ما عرفتي حكيت، وأنا سألت اللي قبلي طبعا، تعرفت على ناس هون وسألتهم على موضوع الحيايا والحشرات وهي، فحكولي نحنا صلنا 6 سنين و7 سنين بميلبورن ما شفنا شي. شكله تعب. شو حلوة هالوقفة هون، هيك بتشوفي كل البحيرة. شام سلمي على رفقاتك إذا عم يشوفوكي. أكيد رفقاتك متابعينا. كيف رفقاتك متابعينا؟ تبي نحط حلقات بلبسي؟ أنا بلبسك يا تعرفين لفت هاي كلها هيك على النص وعند هذيك كلها رجعت لفت. يلا يلا شوف مين حيسبق. يلا هلا كمان حبيت لكم على شغله. هلا شايفين هدول الطوائل براس اولادي، او مثلا الخوذ بيقولوا لهم، ما بعرف انا كل مين شو بيقول لهم، بس نحن بنقول لهم خوذ. هدول ممنوع الولد يلعب بالسكودر او بالبوتيناج او بالبسكليت، ممنوع منعا باتا يلعب بدونهم لانه بيحموا الولد. فأي طفل يعني بيلعب بدون ما يكون حاططهم براسه هاي بتصير يعني مخالفة كتير. وهلأ الفيديو لهون بيكون خلاص، وإن شاء الله يكون عجبكم. وإذا أعجبكم أهم شي لا تنسوا تحطوا لي لايك، ولا تنسوني من دعواتكم الحلوة. وهلأ بحب لكم إن شاء الله بتضلوا بخير وسلام.